الكلمة ماشي شي حاجة صغيرة، لا بالعكس، الكلمة فيها بزاف، فيها اللي كيفكر بالتأثير وفيها اللي عمره ما حس بتغيير، كاين اللي واخدها بصح، حيت الكلمة موضوع كبير. كلمة من 2 للجمعة، من 5 ل6 مع خليل جمال على شلا FM. أجمل انتصار هو انتصار المرء على قلبه. كلمة مع خليل جمال. مساء الخير. كلمة النهاردة شعور بيترجم بسلوك أحيانا عدواني، هو غريزة جوه كل واحد فينا. كلمتنا بتدمر كتير منهم أنا وإنت، وقليل منا اللي يقدر يكتمها، أما الباقي كله بيصرخ بيها قدام العادي والبادي، يفقد أعصابه والمشكلة تكبر حجمها، يزيد الطين بلة، يعمل من الحبة قبة، وناره مين يقدر يطفي لهبها. كلمتنا لو ما خدتش بالك من أقوالك وأفعالك ممكن تحرق الأخضر واليابس وتخسر ناس مش هيبقى سهل ترجع ليها. فعشان كده الصمت أو الابتعاد هم أساس حلها. قالوا عن كلمة النهاردة إن فعلا ليها إيجابيات ممكن بالفكر نستغلها، نركن الكبرياء على جنب ونحكم السيطرة على ذاتنا. ما تخليش أي حد يستفزها، عشان الندم والتهور هم أساس خراب العلاقات والمجتمعات وأهلها. أعصابك ثم أعصابك، إياك تنسى قيدها، ما تخليهاش سيدة أو سيدة مواقفك وترضى بحكمها. كلمة النهاردة هي الغضب. دابا كتسمعوا كلمة مع خليل جمال. مساء الخير عليكم من تاني في حلقة يوم الجمعة وحلقة نهاية الأسبوع من برنامج كلمة. معايا خليل جمال وهند من على المكسر. منوران والله منوران. حلقة النهاردة عن الغضب، كلمة بيعبر عنها فعل معشش، ولو هنركز في كلمة معشش دي هو معشش في عقولنا بشكل كبير قوي قوي قوي، بنتعامل بيه في كل مكان وفي أي زمان. كل على اي حاجه كبيره وصغيره بنتضايق وبنزعل وبنغضب وبنثور وبنعمل بلاوي، وفعلا ممكن توصل لكتير قوي. زي ما قلت في المقدمه بنحرق الاخضر وكمان بنحرق اليابس، وبنأذي بيها غيرنا ونفسنا. اكيد كلنا عارفين ازاي بنأذي بيها غيرنا وازاي بنأذي بيها نفسنا، وكمان هنقولها على مدار الحلقه. لكن للاسف في كتير منا واخدها اسلوب حياه. اوقات كتير قوي عايز تداري عن خيبه انت عملتها او مشكله عملتها، اتضايق وزعق واغضب. ما دايما بيقولك صوتك العالي دليل على ضعف موقفك. تقريبا صحيح بنسبة كبيرة قوي 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 صحيح. انت مش قادر تعمل حاجة او مفيش في ايدك حاجة، فبالتالي بتبتدي ان انت خلاص بقى انا هزعق وهتنرفز وابتدي ان انا اعمل مش عارف مع ده ايه واتخانق مع ده وامسك في ده. للأسف كلمتنا الوحيدة اللي كتمانها بيتعب، ولما الواحد بيخرجها برضه بيتعب. يعني الكلمة متعبة في جميع الحالات لكن ممكن نسيطر عليها. يعني ايه الحل؟ الحل هنعرفه على مدار حلقتنا، لكن خلينا نسأل برضو سؤال كده، هو الغضب شيء زوين ولا خايب؟ بيفيد ولا بيضر؟ خليني ابدأ معاكم باللي كلنا متفقين عليه، ان اول الغضب جنون واخره ندم. كلنا بنتضايق وكلنا بنغضب، وكلنا النتيجة اللي احنا بنلاقيها للأسف الشديد غالبا بنسبة 99 لو نقول 9 من 10 كمان بنكون كلنا ندمانين وكلنا فعلا بنقف في المشكلة. الغضب هي الحالة اللي كلنا زي ما قلت بنمر بيها، مش جديدة علينا وصعب ان احنا نتحكم فيها، لكن يا ترى لو فكرنا في مساوئها واضرارنا هنقدر نتحكم فيها ولا لا؟ وهل ليها تأثير في تعاملنا مع الغير؟ اكيد. خلينا نشوف انا بغضب ليه، ايه مسببات الغضب اصلا. يعني انا قاعد اهو لا بيا ولا عليا وزي الفل وما عملتش اي حاجة، يجي هوب حد يروح داخل من باب الاستوديو مشغل اي مزيكا، فرضا قافل الهوا عليا، قافل الميكروفون، مخليني اتكلم من هنا لهناك لوحدي ومحدش يبقى عارف. هند مثلا عملتها فيا، طب انا اول ما اعرف وش كده ومن غير اي حاجه
انا هتنرفز وهتضايق وهعمل ليه؟ لان انت التحضير اللي انت بتعمله او الكلام اللي انت محضره او الحلقه اللي ممكن يكون حتى لو شخص واحد بس مستنيها، فانت عندك ما كملتش. زيك بالظبط لما بيكون عندك حاجه مهمه في حياتك، الانواع الكتير قوي اللي بتكون موجوده في حياتنا دي عشان خاطر نغضب عليها، كتير منها الناس اللي بتفكر او بتغضب لأتفه الأسباب، وناس تانية بتغضب لما مزاجها بيكون سيء. وهنا بيكون في فرق بين اللي يقدر يتحكم في نفسه أو لا. طيب المزاج التقيل اللي بيتحول بعد كده لرخامة وشايف راسه والكلام ده كله، واحنا دايما بنقولها الحاجة زي دي بتخلي الناس أصلا تتضايق ويخلي الناس تتنرفز منك ويخلي الناس من جواها غضبانة منك. يعني معنى كده اللي بيزيد عن حد ويتقلب ضده، قلناها كتير قوي. كمان من المسببات قلة الاحترام، عدم التقدير، الشعور بعدم الاهتمام من طرف الغير اللي بيحسسنا فعلا ان انا مجرد حد كده من غير ملوش اي 30 لازمة. زي بالظبط بعض الناس في اشغالهم بتلاقي المدير بيتعامل معاك على انك مش موجود، انت خيال، حاجة شفافة رايحة جاية، حتى لو انت راجل مؤثر جدا جدا جدا، حتى لو انت راجل ملكش فعلا لازمة، لكن هو دوره ان هو ما يتعاملش معاك بكده، فانت بتيجي برضو تغضب. في البيت بتيجي تتعامل مع حد افضل من حد، طب ليه؟ عشان ايه؟ كمان يمكن من المسببات الكبيرة قوي الجوع، واحنا هنتكلم على الحتة دي بس في سيكولوجية كلمة، الألم، الخوف، الفشل، التفكير في زمان، التفكير في الماضي او المستقبل. وعند النساء اللي هي الظروف الشهرية اللي بتيجي كالمعتاد، بتبقى فعلا حالة الغضب او حالة العصبية والنرفزة غير مبررة، غير انها تغيير الهرمونات في الوقت ده، وتقريبا كل الناس لازم نعذرهم في الوقت ده. يعني الغضب حالة عامة بتحصل لكل واحد فينا من كبير وصغير. غضب لنفسك ولأهلك وعرضك وبلدك ودينك، وهنتكلم مع بعض عنهم، عن ال5 حاجات دول لكن بعد شوية. بس بسبب وجود الغضب في حياتنا وجنونه بنندم على كل النتيجة، صح؟ طيب بعض الدكاترة والعلماء أجمعوا إن الغضب الشديد بيؤدي أمراض القلب، ارتفاع دائم للضغط، جلطات مميتة، سكتة دماغية، احنا بنشوفها. يقولك ده اتنرفز قوي 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 ومات، ده اتنرفز وهوب طب ساكت. طب يعني انت شايف ان في اصلا مشاكل كده. وعلى فكرة ان انت تطلع غضبك زي ما قلنا لما بتكتمه بيتعب، ولما بتطلعه برضه بيتعب. انت طلعت غضبك، اتنرفزت زيادة، تعبت، اللي قصادك تعب، زعل منك، اتقمص منك، ممكن يكون هو كمان انهار نفسيا. طب لما كتمته بتفضل تحط في نفسك وفي الاخر انت برضو اللي بتتعب. يعني معنى كده ان كل الغضب وانواعه احنا بنندم فيه. طب هل فعلا بقى انت كشخص بتسمع او انتي غضبك عمل لك مشكلة قبل كده، او انت غضبك عمل لك مشكلة قبل كده؟ على ما اظن في حاجة كلنا الغضب بتاعنا او الغضب اللي عندنا عمل لنا مشكلة مرة واحدة ومع بعض. لسه مؤخرا عارفين ال5 كلمات اللي انا قلت عنهم لنفسك واهلك وعرضك والبلدك ودينك؟ احنا ناخد اخر كلمة. مؤخرا كلنا اتعصبنا وحاسبنا على اللي كان السبب وعملنا مهرجان، وكل الناس اتكلمت عن الاساءة اللي نوتها وعملتها مجلة شارل إبدو الفرنسية، ونزلها او نزلوا بعد كده عدد ب16 لغة لملايين النسخ بيسيئوا فيه للدين وللرسول. طب انا عندي سؤال مهم جدا جدا جدا، وانا هقول لكم ليه انا قلت السؤال ده. هل احنا اتضايقنا وزعلنا وغضبنا وصل لاخره لنفسنا ولا للرسول عليه افضل الصلاه والسلام وربنا ولدنا؟ السؤال يمكن محتاج اجابه، طب او محتاج تفكير لحد ما نفكر. مؤخرا كان في حلقه على الMBC في برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا، وكان مستضيف احمد الشقيري. احمد الشقيري قال كلمتين حلوين قوي مع مصطفى الأغا، انا جبت الجزء ده منه من البرنامج عشان لازم نسمعه، حاولوا تركزوا فيه شويه. في التعامل مع المستهزئين، لانه احنا مرجعنا الاول القران الكريم. فلما القران الكريم يقول اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وهذا اللي حصل، استهزاء. طيب هذا الموقف الآن في القرآن، ايش نسوي يا الله؟ ايش الأمر الإلهي؟ فلا تجلسوا معهم. خلاص انتهينا. فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الأمر الإلهي مش إنه نقتلهم علشان استهزأوا، يعني ممكن ترجع تقعد معهم بس يخوضوا في حديث غيره. الآية نعم. حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو نفس الناس، شوف عدم شخصنة الموضوع، نفس الناس خاضوا في حديث غيره خلاص تجلس معه. هذا التعبير الإلهي والأمر في القرآن الكريم التعامل مع استهزاء. ما في شيء اسمه بالقول
واحد يستهزئ أنت يعني ترد عليه بالقتل. انا على تويتر لما قلت انه نكون حذرين في الاحتجاجات، كان يقول لك لو واحد سب امك ولا اختك شو ممكن تتصرف، وما بالك لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هو لو واحد سب امي وابوي حروح اقتله؟ هلا هيك هم عايشين في غابه مفترضين هيك. من قال يعني؟ وانا لي القدوه الرسول صلى الله عليه وسلم. تعبير القرآن للتعامل لمشاعر الرسول الداخليه لما كان يحصل كذا، ايش يقول القرآن؟ فلا يحزنك قولهم. ما قال القرآن فلا يغضبك قولهم. مشاعر الرسول كانت مشاعر حزن على أقوالهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، يعني مشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يكفروا به ويستهزئوا به كان باخع نفسه، يعني مهلك نفسه غما وحزنا. كان يلوم نفسه، لعلي أنا مقصر في الدعوة، أسوي عمل أكبر، أذهب إلى الطائف، أذهب إلى... ما هو السبيل؟ باخع نفسك. نعم. ما هو السبيل لمجابهة الناس؟ بس نتركهم. الرسول كيف تعامل كان مع ابن سلول مثلا؟ يعني معلش أضرب مثال ابن سلول بس عشان ناخذ منه بشيء عملي، لأنه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الهدف منها نحولها لشيء عملي. رأس المنافقين، وما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من أذية واستهزاء، ومن 1 هجري إلى 9 هجري وهو يعني من أكبر المعادين في المدينة المنورة. وهم راجعين من إحدى الغزوات كان جالس ابن سلول مع بعض الناس، فقال لهم سمن كلبك يأكلك، والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. صحيح. بيتكلم عن مين؟ عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام الحادثة ماذا فعل؟ تركه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. خلي المشاهدين يقرأوا، لأنه اليوم ما في وقت أسرد لهم كمية الأذية اللي جات من ابن سلول. الشاهد ماذا فعل الرسول في وفاته لما كان على فراش الموت. ابن سلول بعد كل هذه الأذية جاء وعاده، زاره في مرضه، فصار بينهم حوار. يحكي أحد الصحابة صار بينهم حوار، ثم قال ابن سلول للرسول عليه السلام من علي اليوم بقميصك كفني فيه وصلي عليه. الله أكبر. هو على فراش شوف مين؟ رأس المنافقين. فصلى الله عليه وسلم مع كل اللي سواه له 10 سنوات من الأذية أعطاه قميصه وجاي يصلي عليه. عمر بن الخطاب جذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عجب الوضع. قال يا رسول الله، هو يحكي عمر يقول كنت أعد للرسول عليه الصلاة والسلام أيامه الخبيثة، أقول له هذا اللي قال سمن كلبك يأكلك وهذا اللي فعل وفعل وفعل تصلي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر فإن الله خيرني، ووالله لو أعلم أني أستغفر له أكثر من 70 مرة فيغفر الله له لاستغفرت له. الله أكبر. هذا ابن سلول. إذن طب معليش عفوا، القصة دي هذه علشان بس نقرأها ونتأثر وتدمع عيننا من رحمته صلى الله عليه وسلم ونوري العالم هذه القصة اسمعوا كيف الرسول، ولا عشان نطبقها؟ طبعا الرسول لو بيننا اليوم صلى الله عليه وسلم تعتقد كان حيعطي بالا لفيلم رخيص تافه صاحبه أصلا أنت عارف أنه تسجن أول أمس؟ لا والله. صاحب الفيديو تسجن. ليه؟ محتال على قضايا أخرى، محتال، راجل محتال عنده قضايا أخرى، سرقة ونهب ومش عارف مين سجنينه حاليا. هل يعقل أنه فيديو وشخص زي ده يقيم أمة ويقعدها؟ فيديو يحرك 1.5 مليون مسلم، وإحنا نعتقد أنه في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. معلش في شعر، أنا عندي كلمتين كمان قول. ولا خلصنا؟ قول. لأنه معلش في شعرة بين الغضب لله والغضب للنفس. هل إحنا غضبنا لله ولا غضبنا لأنفسنا؟ هذا سؤال، وأنا أعطي إشارة. إذا الغضب لله المفروض أنه غضبنا أنه صارت إهانة لنبي من أنبياء الله، بغض النظر من هو. طب لماذا لم نغضب لما نستهزأ بعيسى عليه السلام؟ لماذا لم نغضب لما استهزأوا بموسى عليه السلام؟ فيلم هيستوري اوف ذا وورلد من الثمانينات مستهزئ بموسى وعيسى وبيستهزئوا بالله هم كمان. لماذا لم نغضب؟ لماذا غضبنا بس للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلهم أنبياء، كلهم أنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله. نعم. فهل هو فعلا غضب للأنبياء ولا غضب لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عربي وتبعنا؟ فكأنهم حلوة تبعنا. أيوة تبعنا، كأنهم أهانونا إحنا. ترى شعرة
الغضب. الصحابي لما جاء يقتل في أحد المعارك أحد الكفار، فجاء يقتله، فالكافر بصق في وجهه فتركه الصحابي ومشي. فاستغرب الكافر، قال له يعني دوبك كنت حتقتلني؟ قال كنت أريد قتلك لله، لما بصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلك شخصي لنفسي. شعره نعم. شعره. طيب معليش، فلنقتدي بالرسول عليه السلام، فلنغضب للرسول بأخلاق الرسول. حلو. بأخلاق الرسول. ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم لو شاف الشوارع العربية وكل المآسي والناس اللي قتلت، ما يرضى. بعدين يا ريت آخر كلمة، قول. معليش احنا هذا الوقت آخر كلمة قول. ضروري. إيه؟ يا ريت نغضب على الأمور اللي فعلا تغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلا تغضب الرسول. لما جاء واحد يبغى يعني قالوا اشفع للرسول، اشفع عند الرسول واسطة، فغضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقام في المنبر وقال والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، ما عندنا واسطات. عدل. كان يغضبه الظلم، كان يغضبه سفك الدماء. مئات المسلمين اللي قاعدين يموتوا اليوم في بعض الدول، كل يوم بنشوف قتل، ما شفنا 1.5 مليون غضبوا من أجلهم. نعم. فنغضب على الأمور اللي فعلا ستغضب الرسول. بالأمس غضب البعض على موضوع برشلونة وجلعات شليط والأسير السرسك وشتمنا وهوجمنا، بس على نادي منا العلاقة نعم. في 60 جد ما بيجمعنا. فالأولويات يا مصطفى لو الأولويات نعم. نغضب على الأمور فعلا اللي نعم. تؤثر في الأمة اللي قاعدة حاصلة من فساد وظلم. سمعته يمكن هقول انا ليه. انا يمكن القصه اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا قبل كده على الموضوع واحنا اتعاملنا ازاي والمفروض نتعامل بتصرفاتنا، لكن عجبني قوي الجزء بتاع الغضب اللي قاله احمد الشقيري، والسؤال احنا فعلا اتضايقنا وغضبنا لنفسنا ولا عشان خاطر ربنا؟ ده كان خير مثال ومشهور جدا جدا نتكلم فيه عن حاجه احنا بنعملها النهارده. احنا بنسيء لنفسنا وللحاجه اللي احنا بننتمي ليها وبنقول ان احنا بنحبها. ركزوا في بنقول دي بأفعالنا وبتصرفاتنا وبالتعامل بعنف. هقول لكم تاني، كلمونا على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. يمكن الغضب مفيد ولا بيضر؟ هنعرف، وهنعرف برضو من الجزء اللي احنا سمعناه. الجزء مش هنسمعه تاني اكيد، بس في فكرة تمت بعد ما الجزء ده او بعد ما الموقف ده حصل معانا احنا كمسلمين. في نفع او جزء وتصرفات نفعت وتصرفات تانية ما نفعتش اي حد في اي شيء، للأسف اضرت بينا زيادة، اساءت لسمعتنا زيادة، خلتنا فعلا نبان ان احنا بندعم العنف وبندعم التصرفات دي وبندعم الغضب وبندعم الحاجات الكتير بالطريقة اللي الناس شافتها. لكن هنعرف ازاي. لكن خلينا نروح الاول لسيكولوجية كلمة. زي ما عارفين ان كل كلمة ليها 1,000,000 او اكتر، مش 1,000,000 بالظبط، يعني اكتر من سيكولوجية، لكن احنا حبينا نربط في الاول كده سيكولوجية كلمتنا النهاردة باسم البرنامج: الغضب والكلمة. سيكولوجية كلمة. سيكولوجية الكلمة. قال لك ان الكلمات الجارحة التي يقولها احدهم عنك وهو غاضب غالبا تكون صحيحة وتعبر عن شخصيتك الحقيقية، لأن الغضب يحفز مناطق الصدق في الدماغ ويجعل الإنسان يقول الحقيقة لا إراديا في وجه أي شخص مهما كان بدون أي مجاملة أو خلفية معينة. قال لك برضو إن في علاقة بين الجوع والغضب. فاكرين ساعة ما كنا بنقول من شوية كده في الحلقة الجوع اللي احنا هنركز عليه؟ قال لك ليه؟ لأنك لما بتجوع بيفقد جسمك مادة كيميائية اسمها سيروتين، دورها بيكون السيطرة على مشاعرك في كل لحظة من لحظات يومك، وده بيفسر الغضب والهيجان عند كتير منا في أغلب الأوقات وعلى أتفه الأسباب، بالذات في شهر رمضان الكريم لما بتكون صايم وبتبتدي ان انت تتعصب على اي حاجة وعلى اقل حاجة، وبيسموها او هنا يعني في المغرب ده مرمضن، ده الراجل خلاص بقى متعصب ورمضان تأثيره معاه عالي. دي كانت سيكولوجية كلمة بجانب او 2 من جوانبها. سيكولوجية كلمة في كلمة. سيكولوجية كلمة. سيكولوجية الكلمة. خلينا نروح لاتصالاتكم وناخد مريم من العيون. مريم مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. حالك انت بخير عليك؟ الحمد لله. قولي لي يا مريم، بنتكلم النهارده عن الغضب، وسؤالنا ليكم او سؤالنا لينا كلنا: عمرك عملت حاجه في ساعه غضب ندمتي عليها؟ كم من مره نعدل في تصرفات ما هي زينه في لحظه غضب، وراء ذاك نعود نتاسف على شيء تخطى
اذا خاص حد كاع ما يغضب في البدايه كاع، خاطري ما يغضب. طيب خلينا نقول ان انت لما بتحسي بالغضب بتعملي ايه؟ يعني التصرف اللي بيجي لك بعد ما خلاص انا متضايقه ومتنرفزه وعلى اخري، بتعملي ايه في الغضب ده؟ بتبعدي عن الناس ولا بتطلعي بقى غضبك فيهم وخلاص؟ اكثر المرات نطلع غضبي فيهم، وعدت في الاخر الحمد لله منين كبرت. تعرف اي شخص منين يكبر يزيد نهار عن عمره في عمره، يزيد مهم عنه يركز في تصرفاته، واخير فيه بعد عن الناس، اخير فيه ذاك الشخص اللي عدل له تصرف ما هو زين. يعني طيب يصبر في حقه ويمشي بعد، برغم ان انت بتقولي كده، او برغم ان انت يعني بتقولي لنا المفروض نعمل ايه، ده بيتم؟ يعني انت بتعمليه مع نفسك في حاله الغضب؟ اكيد عدت نعدله مع نفسي. كنت ما نعدله، كنت نتصرف تصرفات ما هي زينه حال في ذيك اللحظه. ذاك حالا عدت نبعد، اخر في نبعد عن ذاك الشخص اللي عدى لي تصرف ما هو زين، نصبر في حقي ونمشي نقعد مع راسي، نطرح الامور، كل نقطه نطرحها في بالها. ده يعني مش عايز اقول لك انت ربنا لك الجنه، يعني ربنا اكيد كاتب لك الجنه بان انت تقدري فعلا تكتمي غضبك ان شاء الله. غير عاجبه. طيب عامه شكرا جدا ليك يا مريم طبعا، وميرسي لاتصالك. خلينا نروح لسعيده. سعيده مساء الخير. يا سعيده. اهلا وسهلا اخويا خالد. ايه الاخبار؟ كل شيء مزيان؟ كيف راك؟ تحيه لك وتحيه للمستقبلين المكالمات، تحيه للطاقم السادة فين، وتحيه كبيره ليكي انت كمان. قولي لي يا سعيده، عمرك عملتي حاجه في ساعه غضب وفعلا ندمتي عليها؟ مش نقول لك اخويا خالد، انا ما كنغضبش. ازاي يعني يا سعيده؟ يعني مهما كان دار لي اي حد في حاجه ما كنردش عليه، ولكن كنرد عليه غير في السكات. يعني سؤال انا ما اقدرش ان انا اتكلم معاكي دلوقتي واستفزك بشيء مثلا؟ لا واخا هدرتي واخا استفزتيني ما نهضرش خالص. حيت طب انت شايفه ان ده حلو ولا وحش؟ يعني شايفه ان ده تصرف حلو ولا وحش ان انا اصلا ما اتكلمش؟ انا شنو نقول لك اخي، انا عندك واحد القصه رسميه يلا شي تقريبا شي سيمانه عادي. اتفضلي. كنت انايا كنجي خواتاتي لاشطار، ما كنطلق واحد البنت حدانا، بنت جارتي نديها معايا، وانا وديك اختي بنت جارنا ما كنهضروش. كنت واقفه حدا الباب، واحد شويه تخوات عليا الزبل من الشرجم لتحت. انا كنت واقفه حدا دارهم وهي كاينه الفوق، وخوات عليا الزبل وما هضرتش. يعني كنت انا كنغضب بزاف، راه دغيا غنوضوا شي شوهات تمايا، ممكن علاش وانا بقيت ساكته ومن جاو الناس هذاك الشيء قال لك علاش ما هضرتي؟ يعني واش انت خايفه منها ولا؟ قلت لها حيت انا الا هضرت غنخرج شي كلمه من فمي غنندم عليها حياتي كامله، لا ما غنسكت. يعني ما هضرتش ما والو. هذاك يعني انت شايفه ان انا اسكت وما اتكلمش خالص ده الانسب والاحسن؟ لا ما نسكت انايا، حيت انا الا كنت تخرج شي كلمه من فمي تكون خايبه وممكن تندم عليها حياتي كامله. نقدر ندم عليها حياتي كامله، نقدر كنغضب وداك الشيء ولكن كنسكت. طيب عامه شكرا جدا ليكي برضه يا سعيده، وميرسي لاتصالك، وحلو ان انت برضه قادره ان انت تسكتي في وقت غضبك. بصراحه يعني انا ما بقدرش، يعني انا بقول نقدر نعمل والمفروض وكلام من ده ومش عارف ايه، لكن احنا زي ما قلنا وزي ما قلت كتير قوي قوي قوي، اوقات بيجي عليك وقت انت خلاص ما بتقدرش، او خلاص انت بتطلع كل اللي جواك. بس احنا هنتكلم عن الحاجه دي بالظبط، لكن خلينا نروح وجده وناخد استاذ محمد. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير؟ لاباس غايات؟ الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله. باش طرات عندنا في وجده الحمد لله خير، وعندنا برضو في كذا الصبح كده. صح مليح. لا الحمد لله، ربنا يجعلها امطار الخير يا رب. لا بس الله يبارك فيك يا رب. قول لي استاذ محمد، عمر الغضب خلاك ندمت في وقت من الاوقات على ان انت اتعصبت وغضبت وضايقت حد او حتى ضايقت نفسك؟ يا اخي اي واحد كاع اللي كيدير الغضب ويندم انك مسلم بالبغبيض. هذاك عرفوا كدير واحد الغلط، يعني من كيجوا ساعه الغضب بعد شي مرات كدير مشكل. انا غير البارح وقعت لي مشكله كاع. عندي محل تجاري، واحد حط لي الزبل انفاس ليا ما شفتوش كاع، الله ما شفتوه، فيه الوسخ والعجاج ومنا، وتعصبت. واحد اللي كان يبني حدايا وانا نويت باللي هو ملي بقيت نشوف هكذا شكون اللي كيبني يبان لي هو يدير الجليش في الطريطوار. من سولته ماشي هو، صدقت الام الوالده نتاعي مشات عنده قالت له واش ترمي الزبل انفاس في الشومه؟ قال لها ماشي انا. بقيت نشوف انا شكون اللي رمى الزبل، الله اعلم. صدق واحد دار لي الفعاله نتاع اليهود كيما يديروا اليهود،
دار لي خدمه بالعقل باش ما شافني هذاك يبني هو رمز الزبل بلا فرشه اونفاصليه ديال السيما وديال هذه باش انا نتناقش مع ذاك السيد هو يبقى يتقهوى عليا. يعني ثواني، اللي قال لك مش انا اللي رميت، هو اللي رمى. طيب شو كيف الحال وانا عايق به باللي هو اللي صلح تصرفك معاه كان ايه؟ طيب تصرفك معاه كان ايه؟ يعني اتصرفت معاه ازاي؟ كيفاش اتصرفت معاه؟ ما هضرتش معاه دعيتو لربي، ما هضرتش معاه. وداك الزبل لغايه مولا كان رحت دورت معاه وقلت له دير رميه بعدا ورميه في بلاصه تاع الزبل فيه التراب وفيه الناو. احنا ضد الوساخ، ما بغينا احنا العرب. ايوه يعني اتعصبت عليه، اتخانقت معاه، عملت كل ده؟ لا ما هضرت معاه ما والو، خليته هكذا. طيب عامه شكرا جدا ليك يا محمد، وميرسي طبعا على اتصالك. يمكن حاجه زي كده لا احنا بنقول بقى ان في او ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيحصل الكلام ده، وكان بيجي الزباله يتحط قصاد بيته. من مين؟ من اقرب حد ليه، من عمه، من هو كان كافر اوكي وكل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر شوف الرسول كان بيتعامل معاه ازاي. اليوم الوحيد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام الراجل ده او الرسول بيفتح بابه وما لقاش الزباله، راح سال عليه او قال للناس هو ايه، تعبان، مريض، في مشكله. تاني في جمله كده اتقالت احنا هنختم بيها حلقتنا او هنخلص بيها حلقتنا النهارده، لكن خلينا اقول لكم ان اكيد الغضب موجود جوه كل واحد فينا، وزي ما قلت مش هنبطله ولا هناخد دواء هيروح، يعني مش حاجه جديده علينا، بس اكيد ليه طرق لو اتبعناها هنقلل من حدته شويه وهنقلل من ضرره شويه. منها ان مثلا او قالوا ان الواحد يعد من 1 2 3 لحد 30 قبل ما يقول اي حرف. محدش فينا هيعمل الكلام ده. وقال لك كمان الاسترخاء. طب كمان قال لك ممارسه الرياضه او سماع الموسيقى. طبعا احنا عندنا تلاوه القران الكريم او الصلاه او الكلام ده كله، او علم اسمه اليوجا، هي نوع من انواع الرياضه بس برضه حاجه من كده. لكن دي كلها طرق هنسمعها زي ما سمعناهاش، انا متاكد كلنا هنعمل كده. مش قبل ما تتضايق او قبل ما تتخانق هتستنى لحد ما الراجل يجي لك وتقول 1 2 3 4 5 6 7. استنى بس استنى، لا ما تشتمنيش، استنى ما اخلص عدل اوصل ل 30 واشوف الغضب بتاعي هيعمل ازاي. انت مش هتعمل كده، ولا واحد فينا هيعمل الكلام ده. بس هو هيبقى الفرق هنا في حاجه، انت عايز تبطل غضب عشان ما يتسببلكش مشاكل، وعايز تبطل الزياده في الغضب عشان ما يحصلكش مشاكل، ولا عايز يحصل لك مشاكل؟ هو ده اللي احنا دايما بنقوله. انا ههتم بحياتي على انها حاجه حلوه جدا، وعلى ان انا نفسي حاجه كويسه جدا وغاليه عندي. الغضب هيخليها تتهان، الغضب هيعرضها لعدم الاحترام، الكلام ده كله، ولا ان انا هبقى لا مش هيهمني كل ده. لكن خليني اقول لكم، انتوا شفتوا الطرق صح؟ هتمشي عليها هتتنفذ، عشان دي طرق علميه جدا واتنفذت على اكتر من واحد. لكن ما حدش بيعمل فينا كده. في بلد او مجموعه بلدان كده احنا دايما بنسمع ودايما بنقول يا رب نبقى زيهم، يا رب نعيش في البلد دي او نروح الكواكب دي. احنا دايما بنوصفهم بكواكب تانية. ليه؟ لانهم عارفين شويه يتعاملوا او عارفين شويه يعملوا، سواء تطور او يعملوا الحاجات اللي احنا بنتمناها او اللي ديننا احنا بيقول لنا عليها. طب مين دول؟ يمكن اكتر الاشخاص اللي بيتحكموا في غضبهم على الكره الارضيه او على محيط بقى او في حياتنا كلها، هم مش بعيد على فكره، احنا بنشوفهم. اليابانيين هم اكتر ناس عندهم قدرة كبيرة على ضبط غضبهم، بالرغم من تعرضهم لمعاناة واضطرابات فسيولوجية بتشمل تشنجات بقى عضلية، ضغط دم، اضطرابات في المعدة، الكلام ده كله. ليه؟ عشان احنا قلنا الغضب بيعمل مشاكل، او كتم الغضب ولا ايه بيعمل مشاكل. لكن على الوجه الاخر بين الامريكيين والاوروبيين، كان الامريكيين اكتر ضبط للغضب ما بين الاوروبيين. على ما اظن ان الحتة دي قبل 11 سبتمبر مش بعد 11 سبتمبر، لان 11 سبتمبر بينت الجانب السيء في البعض لكن مش الكل، وبرضه بينت الجانب الحلو في البعض. وده بيرجع او رجعوه لايه؟ طبيعه الثقافه اليابانيه والقوالب الاجتماعيه وطبيعه التنشئه الاجتماعيه السائده في الثقافات الثلاثه. في دراسه كمان، كوكب مش بعيد عن اليابان، كوكب اسمه الصين، في برضه بعض الكائنات اللي هم شبهنا اللي بيتقال عليهم برضه انسان زي ما احنا بيتقال علينا انسان. الناس دي بيقول ان هم بيميلوا لضبط، ان هم بيعرفوا يضبطوا غضبهم عن غيرهم من الافراد في المجتمعات الاوروبيه، واللي بتميل للتعبير عن غضبها بشكل مباشر. وفسرت النتائج دي على ان الشعب الصيني بيميل للسلم في علاقاته الاجتماعيه. يا رب نبقى فعلا زي المجتمعات اليابانيه والصينيه، ونقدر ان احنا نسيطر على غضبنا اللي مودينا في 60,000 داهيه، لان احنا مش عارفين نتعامل بيه. ولما بنيجي نقول يا عم احنا بنعمل نصايح،
يا عم احنا بنتكلم وخلاص، يا عم انت بتعمل اصلا انت بتعمله. ما هو انا هقول لك بس على حاجه، بنفكر عشان نعمل، ده اللي احنا هنقوله. وخلينا ناخد نشوف انتوا هتقولوا لنا ايه على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 او طبعا ابعتوا لنا رسائلكم على 5566. لو هنقول طرق ورقه وقلم او طرق علميه احنا قلناها لكبت الغضب، لكن لو عايز تروح بقى هو مفيد ولا يضر، هو بيضر عشان ايه؟ ودي النقطة المهمة اللي احنا هنتكلم فيها، لان في زاوية اخرى بتاعتنا النهاردة هيبقى عندنا هو بينفع؟ بينفع وهنقول ليه، لكن خلينا نخلص بقى ونكمل على الشائع اللي هي يضر. غضب بيضر؟ يبعد عن الناس، بيعمل لي مشاكل في حياتي، بيخليني مجتمعات تحت، بيخليني كل حاجة وحشة فيا. طب فاطمة الزهراء هتقول لنا عمرها فعلا قدرت تسيطر على غضبها ولا لا؟ فاطمة الزهراء مساء الخير. على خير سيدي، لاباس؟ ايه الاخبار؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب دايما. انت كمان يا رب. قولي لي فاطمه الزهراء، عمرك قدرت تسيطري على غضبك؟ واش هنقول لك، احنا ماشي ملائكه كنغضبوا. حلو. ولكن خاص الانسان تنقولوا احنا مثلا المغربي الدابز ودير بحساب الصالح، يعني مش داك الغضب. ايوه يعني الدابز وبعد كده معلش والله اصل انا كنت متنرفز. يعني واخا الدابز مع الاخر يعني ما تزرحوش بزاف، يعني تغضب ولكن تغضب بقياس وبشويه. ولكن انا من النوع اللي كنغضب بيني وبين نفسي، ما عنديش ديك الشجاعه نواجه الاخر ولا نقول له، ولكن لا قال لي شي كلمه كتبقى تحكني لداخل، كتبقى فيا ما نقدرش نردها ليه، ولكن تنبقى غضبانه بيني وبين نفسي، كنتقلق لداخل ديالي. الغضب اللي انت كاتماه ده بيأثر بعد كده عليك ازاي؟ ممكن ما نعس، ممكن نبكي بيني وبين راسي، ممكن نقول علاش ما قلتش، علاش انا ما رديتش عليه ديك الساعات، علاش ما قلتليش. بحال ما تنقولوا حنا في المغرب المغربيه خشافيه الهضره ولا معنى عليا ولا ما نقدرش نواجهه نهائيا. ولكن بيني وبين راسي كنبقى غضبانه ومقلقه وتطلع لي الدم، ولكن ما نواجهوش بها. طيب بصي، يعني مش عارف انت بتعرفي تسيطري ازاي، بس اكيد السيطره دي برضو بتكون موهبه من عند ربنا وحاجه كويسه جدا. شكرا جدا ليكي. طب ايه رايكم نروح للبلد اللي حصلت فيها المشكله واللي احنا ادينا فيها مثال على غضبنا احنا ما بين تغيير صوره على الفيسبوك، ما بين ردود افعالنا برسم كاريكاتير، ما بين شتيمه وتهزيء، وما بين العنف بالعنف حتى لو كان لفظي. لكن خلينا بسرعه عشان هطولنا عليها طبعا. نروح لعائشه. عائشه مساء الخير. مساء الخير. ايه الاخبار؟ كل شيء مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا رب دايما. قولي لي نوبة الغضب اللي حلت تقريبا على كل المجتمعات، او اللي كل الناس خايفة منها، بالذات المسلمين اللي عايشين في فرنسا، انتوا قابلتوها ازاي؟ انا فاش طرا داكشي قلت يلاه وصلت المغرب، طرا داكشي نهار لابا وصلت، انا دخلت المغرب جي ابيغي، نزلت مع 12 النهار. تمام. يعني جيت ابخي داكشي ليطا داكشي صدمني في المغرب، بقى فيا الحال. ولكن فاش رجعت دابا جيت لهنايا، جيت امتى؟ جيت لابعه في الليل، وليت تنقول انا هاد الناس حنا هنا في دوله ملحده عندهم حريه التعبير، هما تيضحكوا على كل شيء، تيضحكوا على المسيح، تيضحكوا على هولوند، تيضحكوا على كل شيء. يعني هما يسموك دو تو بالضحك. حنا دابا في الليل شاك سواغ تنتفرجوا مع ديك 8 الليل واحد البرنامج ديال الضحك، تيضحكوا على كل شيء، ما تي il parle personne، ما تي كومون دير، ما تيعقلوا على حد. سكيفي انا ضغط فجيت تنقول انا بقى فيا الحال، هذا رسول، هذا وليت تنقول كيفاش غنعيش مع هاد الناس. وليت تنتسائل لا كان رسول عايش اش غادي يدير. وليت تنقول غادي يسامح اكيد. لا وصافي شو بليجي، خصك تاقلم معاهم. يعني حنا عايشين هنا. انت سمعتي الجزئيه والقصه اللي قالها احمد الشقيري ولا لا؟ سمعتها هي، فاش سمعتها جاب الله شعلت هادشي وسمعته، لان طب الحمد لله. طب الحمد لله. طيب يعني انت شايفه ان احنا المفروض نسيبنا من الكلام ده، يعني ما نهتمش اكتر او ما نديهمش اكتر من حجمهم؟ ما نعطيهمش اكثر من حجمهم. حنا كبرنا الامور والقضيه، مشاو المجاهدين ولي اكستريميست والقتل. الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش غادي يقتل، اكيد. كان غادي يقول خصنا حنا دين التسامح. انا فاش هضرت مع الوالده قلت لها عندك حريه التعبير، قالت لي بنيتي هما عايشين بحالك، يعني خصنا نسامح، ما خصناش نسوقوا لهم. حنا دابا الامور كبرت غادا وتتكبر، وتنشوف الدول العربيه تيضاهوا وهادي وحنا هنايا. انا عايشه معاهم، خدامه معاهم، تنقرا معاهم، كيف تنسمع داكشي يوميا. تنقول
شنو غادي ندير؟ خصني بزاف من يسامح. حنا ديننا الاسلام دين التسامح، ما عندنا ما ندير. بابا صافي بلا ما نعطوا الامور اكثر من رقيتها. شكرا جدا ليك يا عائشه وميرسي. طبعا يمكن انت قلتي اللي فيها. ناس كتير هتتضايق مننا، ناس كتير هتزعل مننا، بس انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا جدا جدا. الغضب بيفيد، بيفيد. افاد لما الناس بتعرف الحقيقه عن طريق الغضب منك وبيقول لك انت فيك وفيك وفيك. افاد لما الناس بتحول غضبها لشيء نافع وكويس، زي الشباب اللي حولوا الاساءه اللي حصلت دي كلها في لندن وجابوا زهره بقى يوزعوها على الناس وكتبوا عليها احاديث للرسول بتعرف الناس. زي ما في حمله هتتم الفتره اللي جايه دي ان هيبقى او في جايزه هتتم مش فاكر فين بالظبط، لكن عن فيلم قصير باللغه الانجليزيه يحكي عن حياه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اخيرا وفي اخر حروفنا حاجه واحده قالها دكتور احمد عيسى المعصراوي: كيف يكون الرد العملي على الرسوم السيئه التي يحاولون بها تشويه صوره النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وازاي تعبر عن غضبك بجد بأن ترسم تصرفاتك وأخلاقك الصورة الحقيقية له عليه أفضل الصلاة والسلام. ده اللي احنا عايزينه. غضبك حاول تكيفه وتحوله لحاجة تانية خالص عشان فعلا يكون في صالحك وفي صالح الناس. هنقدر نحاول، ليه لا؟ مش هيحصل حاجة يعني. يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله حلقة جديدة وأسبوع جديد وبداية جديدة من كلمات كلمة. بعد آخر حلقة في الأسبوع ده مع كريم حضري في بانوراما المساء. شكرا هند، شكرا جزيلا ليكم انتوا كمان، وشكرا جزيلا مشاكل في استقبال المكالمات، وسلام عليكم. وتاني جمعة موفقة وبداية اسبوع ان شاء الله بإذن الله عليكم تكون موفقة وبون ويكند. الكلمة ماشي شي حاجة صغيرة، لا بالعكس، الكلمة فيها بزاف. فيها اللي كيفكر بالتأثير، وفيها اللي عمره ما حس بتغيير. كاين اللي واخدها بصح، حيت الكلمة موضوع كبير. كلمة من 2 للجمعة، من 5 ل 6 مع خليل جمال على شدا FM.